Hi, fellas, and welcome to my Gossips. لو انتوا أول مرة تتابعوني فهاي أنا يورا. لو انتوا طبعا متابعيني وقاعدين معايا في الصالون من بدري فوحشتوني ازيكم عاملين ايه؟ يا جماعة بجد وحشتوني جدا. الجوسب النهاردة مش هتبقى على كي دراما، بل هتبقى على جي دراما. أنا خلاص اكتسحت السوق الآسيوي. ظهر قدامي فجأة، بجد ظهر قدامي فجأة. الجي دراما دي متاخدة من مانجا. أنا بحب المسلسلات أو الأفلام اللي بتبقى متاخدة من قصص أوي. باحس إن الناس بتتعب فيها، وهذه الJ drama متعوب عليها. اسمه Happy Kaneka's Killer Life. بيتكلم عن بنت استقالت من شغلها، وبعدين طبعًا بتقدم على شغل كتير، فأنا حاسة بيها وقبلت الشغل اللي جالها. طبعًا لما راحت أو تعمل interview طلع إن هي هتشتغل سفاحة. سفاحة! هي كانت فاكرة إن هي هتشتغل في وكالة إعلانات، بس للأسف هي هتشتغل سفاحة. طيب أول مهمة اتقدمت لها، يا ترى إيه؟ مديرها القديم كان الراجل بيختبرها ساعتها، وكان بيقول لها انت عايزه تنشني عليه ولا لا. ما كانش هدف رئيسي، بس هو كان بيختبرها. يا دوبك ما كملش كلامه اعزائي لقاها نشنت في دماغه. انا كنت مفكراها هتقول له لا، وانا ماليش في الحاجات دي، خصوصا ان هي قالت له في الاول ان انا مش عايزه اشتغل. انا كنت عايزه اشتغل في اعلانات، وانا ماليش في الشغل ده، انا ممكن اقدم استقالتي. وبعد كده رجعت في كلامها. يا جماعة في شوية كائنات صغيرة كده بتطلع على كتفها لمّا بتيجي تتوتر أو حاجة، يعني ديناصور، سلحفاة، بتاع. فالموضوع كان cute أوي، لحد ما عملت في الراجل اللي هي عملته ده. أنا قُلت صُدفة، حتى الراجل اللي هو كان المفروض هيشغّلها اتخض، قال لها: "أنتِ قتلتيه بجد؟" وأنا اللي هو دي لسه جاية الشغل، دي cute جدًا، البت دي عملت كده إزاي؟ فقُلت من خوفها عملت كده، طلعت وهي مش واخدة بالها، بتحصل. تاني مهمة قدّمها لها كان واحد المفروض إن هو سلوكه مش حلو مع البنات، والمفروض إن هي هتقتله في public place، في محطة مترو. طبعًا الناس رايحين جايين، وهو كان معدّي من جنبها، مش عارفة شتمها قال لها إيه البنت الهزيلة دي أو حاجة زي كده. فهي اتعصبت جدًا، هي كانت متوترة تقتله والّا ما تقتلوش. فهو كان مدّي لها بتاع كده عامل زي المسدس فيه حقن. هي حرفيًا جريت وراه وراحت عاملة له كده من ضهره بالحقنة. هو شاف وشها، بس خلاص كان اتكل على الله، مات. ما حدش شافها، خفيفة هي البنت ما شاء الله. تالت مرة بقى خلاص احنا خدنا على ان هي خدت على الموضوع، ده بقت سفاحة رسمي، مجنونة. جماعة هي سايكو، بس ما يبانش عليها ان هي سايكو بجد. يعني هي لما تتابعوا الحلقات، هم 8 حلقات اعتقد، 6 حلقات حاجة كده. فهي اللي بتيجي تعمله مع البني ادمين اللي بتيجي فاهمين بجد كمية السايكوباتية اللي عندها. حتى مرة كانت بتقتل واحد وشافت عنده فلتر مية، بتقول له هو شغال كويس. طبعا الراجل بيموت بيعمل كده بنفس الحقنة اللي هي اديتها له. فبتقول له كويس ولا مش بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا غالية؟ ده وقته. هو ده وقته. وجابت شنطة سفر، بتقول له هي دي بقى بتشيل كتير ولا مش محتاجة الحجم ده كله؟ الراجل عمال يبقى هتحتاجيها. انا بالنسبة لي بعيدًا عن الناس اللي بتقتلهم يستاهلوا إن هم يتقتلوا، بس أنتِ بتعملي إيه يا غالية بجد؟ حتى البوليس لمّا جه يحقق معاها، هي حرفيًا اعترفت. هي حرفيًا اعترفت قدّام البوليس. يعني اتوترت جامد، 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 وحست إن هم بيضغطوا عليها. هم ما كانوش بيضغطوا عليها والله، كانوا بيكلموها بالراحة. حتى الضابط اللي بيحقق معاها ده هو ذكي أولًا، ثانيًا كان معجب بيها، فكان بيكلمها بالراحة. المحققة اللي معاه بقى كانت داخلة وكانت بتقول لها إحنا عايزينِك تتعاوني معانا، قالت لها أنا اللي عملت كده. فراح التاني بقى راح ضحك، لإن هي كانت قبليها بتتكلم بيقولوا لها أنتِ كنتِ فين؟ فقالت لهم أنا كنت باتفرج على Power Rangers في في البيت. فطبعًا التاني ضحك، فهُم ما كانوش فاهمين هو بيضحك على إيه. فبيقول لها أيوه كان فابريك في المسلسل بيقول لهم أنا اللي عملتها، أنتِ جامدة، أنتِ fan للPower Rangers مش عارف إيه. أنا قُلت خلاص بس هتخش السجن، هيطلعوها إزاي بقى؟ أحداث المسلسل غريبة بطريقة تضحك وممتعة.
مسلية، وحتى اللي هو المفروض إن شريكها في الجرايم ده اللي هو الولد التاني الشغال مع الbig boss مش طايقها، بس هو بيحبها في نفس الوقت وهي بتحبه، بس هُم مش مبينين، حتى كل أمّا يشوفها يقول لها هاقتلِك، هاقتلِك، وجات تتدرب معاه على boxing قتلها، موّتها ضرب، موّتها ضرب مش عايزة أقول لكم. طبعًا أنا في الحلقة السادسة، فلسه فاضل لي حلقتين ويخلص، فبس قُلت أطلع أقول لكم عليه عشان المسلسل بجد عجبني جدًا. وبس that was the gossip of today. Hope you enjoy watching it and see another gossip. Bye يا جماعة. I'm so sorry to tell you إن الvlog اتلغى لإن أنا لغيت السفرية. أنا لغيت السفرية عشان كنت تعبانة جدًا، 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 فلغيتها. إلى أن نروح سفرية تانية إن شاء الله، ممكن أعمل لكم vlog. فيا that was it for today. مش هاوصيكم تعملوا لايك وكومنت سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. باي.